قررت اتعلم كل يوم سنة جديدة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله، ده الفيديو رقم 17 من السلسلة بتاعتنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنا جاي النهاردة أعلمك ذكرين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولهم دايما في صلاته، فأنت كمان لازم تقولهم في صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه ذكر في الركوع مهم جدا، كان بيقول عليه الصلاة والسلام اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وكان عليه الصلاة والسلام ليه ذكر مهم جدا في السجود برضه، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. هتكسل تحفظ صح؟ امال عاوز تصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ازاي؟ عاوز صلاتك تتقبل ازاي؟ يا ابني الله يرضى عليك، انا وانت قسما بالله احنا ضايعين. حاجة بسيطة زي الذكر ده هتخلي صلاتك مشابهة لصلاة النبي، وبكده يبقى انت ليك فرصة ان صلاتك ان شاء الله بإذن الله ربنا يقبل.